ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا طالعه النهارده فيديو مفاجئ، مش هعمل فيه اي حاجه. انا هتكلم معاكم كلمتين يا جماعه. واقنعوني، يا اقنعكم يا تقنعوني. بصراحه انا كنت قاعده لا بيا ولا عليا، عيالي ناموا بعد ما فرهدوني طبعا، وباين على صوتي ان انا تعبانه. بقلب عادي في الفيس، اللي هو ايه، انا قاعده بتسلى. فاهمين انتوا ازاي لما تبقي قاعده كده بلا هدف وبتقلبي في الفيس؟ تمام، استنوا بس اشغل كده عشان انا هعمل نسكافيه ابلع الكلمتين اللي انا سمعتهم. فقاعده بقلب في الفيس عادي، قاعده بلا هدف زي ما قلت لكم. لقيت برنامج والله برنامج مشهور قوي على الفيس، ليه بيج كده كبيره يعني. عايزه اقول لكم ان البرنامج ده بيستضيف بنات وشباب معديين كده في الشارع. يعني هو مذيع صغنن في السن، شاب كده ربنا يصلح حاله يعني. آه، بيستضيف بنات وشباب كده في الشارع، بيحكوا مواقف ليهم او حياتهم او معاناتهم كشباب يعني مع اهلهم وكده. استفزتني القصة بقى، مش عايزة اقول لكم، يعني مش عايزة اقول لكم. انا علشان انا من الصعيد، فعارفة تقاليد الصعيد كويس. لقى بنت يعني في الشارع، فبيسألها عن حياتها وكده. البنت اولا لبسها مش لبس صعيدي. مش بقول لكم ان احنا لبس صعيدي بقى فاحنا جلابيه ورابطين البتاع فاهمين، لا مش كده خالص. احنا بنلبس مودرن جدا، والبنات الله يصلح حالهم يعني بيلبسوا زي ايه، دوله اوروبيه، بس بالحجاب طبعا، لازم الحجاب. ها، عايزه اقول لكم بقى ايه، البنت اولا مش محجبه. مش معنى ان انا بقول مش محجبه فانا بتريق على اللي مش محجبات، لا، انا بوصف لكم البنت. تمام. البنت مش محجبه، دراعها نصه عريان. بتقول ان هي من الصعيد، وان هي سابت اهلها لان في الصعيد بيكبتوا البنات وبيجوزوهم بدري وحاجات. وصفت الصعيد كده. انا مش عارفه يعني مش هو ده اللي انا عايشه فيه، مش هو الصعيد ده اللي انا عايشه فيه. بنت مين يا حبيبتي اللي بتتجوز من 13 سنه؟ ايوه في اماكن بتعمل كده بس مش كل الاماكن. لو انتي من الاماكن اللي بتجوز البنت عافيه من 12 سنه و15 سنه والجو ده، انت مستحيل هيسيبوكي تعيشي تسافري وتعيشي لوحدك وتعيشي في بيت طلبه وتشتغلي، مستحيل. لو انت من الصعيد ده مستحيل يسيبوا البنت تطلع براهم وتروح تعيش في بلد تانية وتشتغل زيها زي الولد. انا بقول لكم ليه القصه اللي هي حكتها فيك. نفسي بس رسالتي كده للبنات، ما تاخدوش البنات دي عبرة ليكوا او يبقوا مثالكوا الاعلى، بلاش. لان هم بيدمروا مفاهيم، بيدمروا تربية اهل، بيضيعوا حياتكم. ما تقوليش ده اهلها سابوها وراحت اشتغلت وراحت سافرت. لو هي من الصعيد اللي انا عايشة فيه مستحيل اهلها هيسيبوها، مستحيل. ربنا يصلح حال البنات والشباب ويصلح حالنا جميعا يا رب. انا مش طالعه اكلمكم ان انا شيخه والكلام ده كله، بالعكس. انا بس استفزني الفيديو جدا. آه، مش عارفه الدنيا موديانا على فين بصراحه، مش عارفه، بجد مش عارفه. الناس بتطلع كده تجهر بالسوء وبالمعصيه اللي هي بتعملها. الله يهديهم ويصلح حالهم ويهدينا ويصلح حالنا جميعا ويخرجنا منها على خير.